أهلا أصدقائي، بهذا الفيديو راح نتحدث عن أفضل منصة ألعاب في العالم للبث المباشر، واللي هي الغنية عن التعريف طبعا تويتش. ما راح أتحدث عن من صاحب المنصة وتفاصيل أخرى. موضوعنا اليوم هو شلون تسوي قناة وتبث وتحقق شروط البارتنر. هذا الموضوع قليل جدا من الناس من العرب اللي يتحدثون عنه، والسبب لظن البعض منهم وخاصة العراقيين أنه لا يمكن تحقيق أرباح لمنشئي المحتوى العراقيين، أو بمعنى آخر لا يمكن تحقيق أرباح لمنشئ المحتوى إذا كانوا مشاهديه من دولة معينة، وهذا شيء غير موجود أصلا. والدليل إنه برنامج الشركاء الخاص بتويتش يتوفر في جميع دول العالم. الآن راح نجي نشرح شلون نسوي قناة عمليا وبصورة جيدة، ومن ثم نشرح شروط البارتنر والإنجازات المطلوبة. الآن احنا داخلين قدامكم على موقع تويتش. هذا هو تويتش الظاهر بالشاشة أمامكم. هذا هو الناس اللي قاعدة تسوي ستريمينج. عندنا علاوي بنور، الناس اللي تبث، ناس تسولف. هنا كل شي يسوون، يعني حتى كعالم سوي 18 شغلات. أنا نريد نتطرق لهالموضوع، ما نريد نروج لهذا الشيء. طبعا قبل كل شيء، قبل ما نبلش نسوي حساب، الأشخاص اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية بصورة جيدة يمكنكم البث باللغة الإنجليزية، وذلك أفضل بكثير من اللغة العربية، والسبب أنه 80% من مستخدمي منصة تويتش هم من يتحدثون اللغة الإنجليزية. تمام. طبعا هاي نصيحة للناس who have the English language, who can speak in English language. If you speak English language, you should be streaming or make streaming in English language. اوكي. حاليا طبعا اكو ناس تقول جزت الغيتة، لا مو يمكم السالفة يا اخوان. اوكي، الان خلونا نبلش شلون نسوي حساب. نجي هنا ندخل نسوي ساين اب. بعد ما ضغطت على ساين اب تجي هنا تختار يوزر. اليوزر نيم هو مهم طبعا، جدا مهم، لان هذا راح يكون اسم القناة الخاص بك، وهذا اليوزر راح تقدر تسجل دخول من عنده لحسابك في كل مرة. نختار x2123w اسطورة. هنا نكتب باسورد. خلونا نكتب باسورد. اوكي، حاليا سوينا باسورد. هنا يقول لك confirm باسورد، يعني طابق الباسورد. اكتب الباسورد مرة أخرى. نكتب الباسورد مرة أخرى. أوكي. هنا تختار مواليدك. أنا راح أختار مواليدي. هنا اليوم، هذا الشهر، تختار الشهر، وهذا اليوم، وهاي السنة. أوكي. نجي هنا رقم الهاتف. إذا ما تريد تكتب رقم الهاتف، اختار إنه تكتب إيميلك، ويفضل إن تختار الموبايل رقم الهاتف. يعني هنا راح أكتب رقمي. هنا راح يدزون رسالة الرقمي، لازم أكتب هذا الكود طبعا. الكود إذا كتبت رقمك راح يجيك الكود على الرقم. أوكي، حاليا بعد ما كتبنا الكود اللي يدزوا لي إياه على رقم الموبايل مالتي، إذا كنت أنت استخدمت الإيميل فراح يدزوا لك إياه على إيميلك، تقول له دان. حاليا بعد ما سوينا حساب يقول لك welcome to the party x2123w. Let's figure out what is your sound testing. أوكي، هنا يقول لك أنت شنو تحب، فاختار الستريمر اللي تحبه، واختار الألعاب اللي تحب تتابعها. أنا هذا مو شغلنا، لأن إحنا نريد نسوي بث. أوكي، إحنا نريد نكون كستريمر. ندخل على channel. هذه هي القناة، هذا الحساب اللي سويناه حاليا. نقول له edit customize your channel. هنا راح ياخذك لكريسور داشبورد، استوديو الخاص بمنشئ المحتوى. هنا راح تختار الاسم، اسم قناتك، هذا اليوزر طبعا اللي دخلناه. هنا اسم قناتك اللي يظهر قدام المشاهدين. مثلا كنصيحة أقول لكم إياها اللي حابين ينتقلون هاي المنصة، لا تكتب فد شي متعلق بالجيمنج، يعني لا تكتب فد شي مرتبط بلعبة معينة. مثلا تقول أي شي. المهم مثلا خلنا نكتب نختار أنت تقول اسمي تي إكس فورتنايت. غلط، لا تكتب فيك. أوكي، لا تكتب إنه فلان فورتنايت أو فلان ببجي أو مثلا فلان جيمنج. هاي الأسماء اتركوها. اختار لك اسم، فد اسم معين، يعني اسم أنت تحبه وتشوفه مناسب للجميع اختاره. مثلا اسمك علي، اكتب علي فقط. أو اسمك أي شيء anything، مثلا راح أكتب nothing. أوكي، أي اسم اختاره، بس لا تكتب جيمنج، لا تكتب فد شي متعلق بلعبة معينة، لأن هذا الاسم راح يبقى وياك العمر كله، فلا تكتب شي. هنا عندك البايو، أغلبيتكم يعرفون البايو، نفس اللي تستخدمه بالإنستغرام. هنا نبذة عنك، اكتب عندك 300 حرف حدك. اكتب نبذة تعريفية عنك، وشنو راح تقدم، وشنو هو المحتوى الخاص بيك، ومنو أنت، وهاي التفاصيل. هنا اللينك. عندك هنا تختار مثلا انستغرام، تكتب هنا انستغرام، اكتب فيديو وحدة فداتته. هنا تجيب اللينك مالتك مال انستغرام، الفيسبوك، تويتر، السناب شات، كيفك انت واي موقع عندك. اوكي،
نجي بعد ما خلصنا هاي الكليشة نجي هنا على البراند هنا تختار صورة إلك، صورة شخصية تصمم لك صورة مرتبة، مو صورة تسويها بالموبايل وما أعرف شنو، لا صمم حتى لو بالموبايل عادي تقدر تسوي بالموبايل، بس تصمم لك صورة شوي احترافية كلش حلوة بس خليها هنا، هاي راح تكون الصورة مالتك اللي هي البراند. أو تقدر تختار JPEG يعني فقط صورتك بدون خلفية، تقص الخلفية وتخلي صورتك فقط. اوكي حبايب، هنا نختار الباك جراوند هي اللي راح تطلع بالخلفية مالتك، يعني البانر نقول. صمم لك فد خلفية حلوة وفد شي مرتب وتخليها كباك جراوند، يعني المهم رتب بروفايلك ايش قد ما تقدر حتى المشاهد من يدخل لك يشوف انه كستريمر انت تكون ستريمر محترف مو مبتدئ، لان هنا ماكو مبتدئين ف اتس اوكي، يعني اللي يدخلوا لك يقولوا اوكي هذا ستريمر محترف، او مثلا يمكن تعجبه مقاطعك تعجبه بثوثك فيسوي لك فولونج، حتى اذا كان اجنبي. اكو هواي ناس اجانب مثلا انا يسمونه بث مرات يدخلوا لي do you speak English language؟ انا اقول له yes I speak English language oh yeah I can speak English، يبقى يتابعني ويعلق لي بالانجليزي حتى اذا استاني احكي عربي مثلا او اي لغه ثانيه، يبقى يتابعني ويعلق لي بالانجليزي ونبقى نسولف. فهواي ناس هنا يعني يقدموا لك الدعم، مو شرط تكون اجنبي، بس اللي يحكي بيكم انجليزي فخلي يسوي البث مالته بالانجليش لانجوج احسن. اوكي بعد ما انتهينا من هذني حاليا نجي هنا ما عندنا شي، طبعا هنا هاي اتركوها فارغة. اوكي يا اخوان، طبعا بعد ما خلصنا هاي وهاي هنا ما عندنا شي ذا نتركوهن على حطتهن. نجي حاليا للستريم، ندخل للستريم. طبعا الستريم هنا تختار مفتاح البث، كلكم تعرفون لازم كلكم مسوين بث بغير منصات، شي طبيعي من جيت على تويتش لازم تكون على معرفة بالبثوث وحاب تغير المنصة مالتك فتعرفون. يعني هنا ستريم تختار هذا المفتاح مال البث تسوي له كابي، او مجرد انه تربط حسابك مال OBS ستوديو تسوي له كونكتد ويا الاكونت مالتك، وبعد ما تحتاج بعد تخلي ستريم كي. اوكي هنا فيديو ريديوسر، هاي هي الفيديوهات مالتك اللي راح تبثها انت، هنا راح تطلع الفيديوهات يحق لك انه تبقى 9 ايام ورا 9 ايام تنحذف، من تصير شريك تاخذ البارتنر راح تبقى 60 يوم الى 90. هنا الكليبس مالتك، كليبات مثلا الناس يسوون كليب او انت تسوي كليب لقطة معينة وشوف شنو راح تطلع هنا. اوكي هنا ستريم مانجر، هنا الاعدادات مال البث، هنا الشغل كله، هنا راح يطلع عندك الفيورز، الفولورز، البت ريت، الانترنت مالتك، ايش قد صار لك تبث، هنا الشات، التعليقات، اكتيفيتي فيد، هنا الاشعارات، مثلا الفولوينج اللي يدز لك دونيشن اللي يدز لك شيء هنا راح تطلع لك. هنا رايت شانل فوق هنا لا تكتب عفوا مانج جولز، هنا يختار الجولز الاهداف مالتك، تخلي مثلا جولز 1 فولورز اوكي، او ساعات له خلينا نقول 50 فولورز، لا عفوا 50 فولورز الجول مالتك. هنا تسوي له كوبي وتقول له ستارت، الجول راح يطلع عندك، تجي تضيفه بالمتصفح، هذا الرابط اللي اخذته تضيفه بالمتصفح. هنا الاديت ستريم، التايتل عنوان البث تكتب هنا عنوان البث، هنا الاشعار اللي راح يوصل للمتابعين مالتك تكتب لهم مثلا فد شي محفز او فد شي حتى يدخلون البث يتابعون رسالة بالاشعار. اوكي هنا تختار نوع اللعبة، مثلا نختار جاست شاتينج بس سوالف. هنا تختار التاج هذا كلش مفيد، ليش؟ لأن هواي ناس يدخلون على هذا التاج. شنو هو التاج؟ التاج مثل الهاشتاج اللي موجود عندنا بالفيسبوك أو يوتيوب. المهم هنا تختار تاجات، ابحث انت شوف شنو التاج، أنا صراحة ما أعرف ليش ما تطلع لي، توقع مقل شيمي، فاختار التاج اللي انت يناسبك اللي يتعلق بالبث مالتك. هنا تختار لغة البث مالتك، عندك اللغات كلها موجودة تشوفون حتى العربية تقدر تختار إنه البث مالتك بالعربي، بس إنت إذا تريد خليها إنجليش شنو، إذا تريد خليها إنجليش وسوي له دان وبعدها تسوي البث. حاليا راح نجي إلى البارتنر. شروط البارتنر شنو هي؟ بالبداية شروط البارتنر هي هاي قدامكم، لكن خلنا نشرح لكم هنا باللغة العربية. هذا الحكي كله تتركوه، تمام؟ هذا كلهم تتركوه، بعدين أنا راح أشرح لكم هنا من المؤهل، هنا هو إنجليزي أنا أترجم لكم إياه بالعربي حتى تفهمون. أوكي يا إخوان، أول نقطة، أول شرط اللي هو أكمل إنجاز المسار إلى الشريك أو أظهر نسبة مشاهدة أو متابعة كبيرة ومتفاعلة الخدمات الأخرى. ثانيا المحتوى الذي يتوافق مع إرشادات المحتوى، هاي كليشة كلنا نعرفها. يجب أن يكون أولئك الذين يكونون مسار إلى الشريك قادرين على الحفاظ على المعايير المنصوص عليها في الإنجازات على أساس ثابت. يعني أنت ما تكمل الشروط لازم تقدر تحافظ على المشاهدين، مو مثلا أنت تابعوك بعض الناس لحد ما
ردت قدمت تصير شريك، خلاص لك حق انه تصير شريك، وراها بعد ما حيتابعك او نزلوا المشاهدين، لا لازم تحافظ على هذا الشيء وتكبره. يرجى ملاحظة ان نسبة المشاهدين من المضيفين والمداهمات هاي يقول لك اذا يعني مثلا سووا لك مداهمة او احد سوى لك هوست او احد دز لك مشاهدين فما تنحسب، ما يصير تنحسب هاي. يقول لك يرجى ملاحظة أن إنجاز المسار إلى الشريك يسرد الحد الأدنى من المعايير التي نبحث عنها في الشركاء المحتملين ولا يضمن إكمالها الشراكة. شنو يعني هذا الحكي؟ يعني إنه ذني الشروط الخالق يعني وهنا إذا كملت أنت هذا أول شرط اسبقين أول ما تبدي، هذني الشروط اللي يقول لك عليهن، يقول لك إنه هذني حتى إذا كملتهن تمام فاحتمال ما تصير شريك. ليش ما تصير شريك؟ لأن يمكن ما جبت تفاعل أو ما عندك مشاهدين. هو إذا عندك 10 مشاهدين تصير شريك، بس لازم تفاعل. يعني انت لازم اذا شافوا انه الصفحة مالتك ما راح ينطوك فترة مثلا شهر كامل يراجعون القناة مالتك، اذا القناة مالتك شافوها دا تصعد وبنمو جيد وتقدم محتوى جيد راح يعطوك البارتنر. اذا شافوها لا دا تنزل ما دا تصعد ولا دا تثبت فما راح يعطوك البارتنر، راح يقول لك كمل وارجع قدم النوب. اوكي شنو هي الشروط؟ الشروط اللي نكملها اتس بيجين، يبدا هنا ستارت يور فيرست ستريم، ابدا اول بث لك، استكشف الداشبورد الخاص بك اللي هو استوديو مسير المحتوى، استكشف كل شيء هنا. update your stream title، حدث عنوان البث الخاص بك، حدث اللعبة الخاصة بك أو موضوع البث الخاص بك، إذا تبثت لعبة لو سوالف لو شوف شنو حدثها. هاي بعد ما تكملهن تنتقل للثاني باث اوف بارتنر، هذا طريق إلى البارت. هذا هو ستريم فور 25 hours، بث لمدة 25 ساعة. مو يعني إنه أنت تبث 25 ساعة متواصلة، لا حبيبي، هنا تبث مثلا باليوم 4 ساعات 3 ساعات، المهم تكمل ثاني 25. ستريم on 12 different days، هنا بث لمدة 12 يوم مختلفات. يعني مو تبث 12 يوم مستمرة، كاتب لك هو difference، يعني إنه 12 يوم مختلفة. مثلا إنه أنت بثيت اليوم باكر عقبه لمدة 12 يوم صار لك 12 يوم تبث. خلينا نقول average of 75 viewers، لازم تجيب مشاهدات اللي هم مثلا 75 مشاهد يكونون على البث مالتك. هاي ترجم لكم أنا بالعربي، متوسط 75 مشاهد، إن يكون عندك 75 مشاهدة أو أقل. لو المهم ماكو جبت 75 مشاهدة يعني path of affiliates، هاي الكلمة دائما أغلط بيها path of affiliates. اوكي جيب 50 متابع. يقول لك ستريم for 8 hours، بث لمدة 8 ساعات، ستريم on 7 different days، بث لمدة 7 أيام، average of 3 viewers، حصل 3 مشاهدين. أو جيب إنه خلي البث مالتك يصعد 3 مشاهدين يشاهدوك. هنا build your community، بعد ما تحصل 50 متابع 50 followers get 5 people chatting at the same time. ورا ما تحصل 50 متابع وتجيب 5 أشخاص يشاهدوا يعلقون العفو يتفاعلون بالبث، هنا راح تكون كملت كل الشروط وراح تقدر تأخذ هذا البارتنر. يجيك أصلا يطلع لك هنا بالكرياتر، يطلع لك بالاستوديو هنا، يطلع لك بدال هذني إنه لك الحق إنه تقدم البارتنر وراح تأخذ البارتنر. طبعا أرباح التويتش هو موضح لكم كل شيء. تويتش الأرباح مالته، الأرباح هي عندك الإعلانات تقدر تربح من عندها، والإعلانات أرباحها كلش حلو مو مثل باقي المنصات. ثانيا عندك الاشتراكات السبسكرايب، وعندك الدونيشن مال تويتش أيضا يجيب لك هواي دعم، والتويتش بيه هواي ناس تدعم. عندك هاي مثلا البيتس، هاي مثل النجوم أيضا يدعموك بيها. عندك مثلا الاشتراكات مثل ما قلت لكم، هواي شغلات يقدرون يدعموك بيها، وأرباح التويتش كلش حلوة. فلنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يكون الشرح كافي ووافي للناس اللي حابة تستكشف التويتش. المنصة مفتوحة للجميع، والمنصة الكل يقدر يبث عليها، وأكو هواي ناس من العرب من الأجانب، لكن قليلين جدا من الناس العرب اللي موجودين بهاي المنصة. فأنصح الناس اللي تتحدث اللغة الإنجليزية يسوون ستريمينج باللغة الإنجليزية. وطبعا هاي قناتي، اللي حاب يتابعني طبعا انتوا بعد ما تشوفون هذا الفيديو هاي الصور راح تتغير، هذا النكون راح يتغير لأن هاي تاركة أصلا. فبعد ما تشوفون هذا الفيديو راح تعالوا تابعوني. اللي حاب يتابعني أهلا وسهلا بي كل الهوا، وأي أحد عنده استفسار يقدر يكتب لي بالتعليقات وأنا حاضر لكم. لا تنسوا تابعوني هنا إذا حابين. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، نلتقي بالمقطع القادم.